أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ. معكم دكتور وجيه رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب المذنب البريء، كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. قلت جملة ويا ريت إخواتي يستخدموها من النهاردة ورايح، إن احنا نسمي العابرين المتحررين. مش عايز أسميهم المتنصرين. العابرين اسم جميل على فكرة، بس المتحررين اسم أجمل. ونسمي عملية التعميد وتحويل الشخص المسيحي نسميها التحرير وليست التنصير، لأن التنصير جاية من كلمة نصارى وإحنا مش نصارى. النصارى دي فئة مهرطقة اللي كان يتبعها ورقة بن نوفل، واللي هي اتجوزت عليها خديجة. كانوا نصارى قبل الإسلام وقبل نزول الدعوة والقرآن. دول كلهم كانوا نصارى. وخديجة لما اتجوزت على المذهب النصراني، لكن المذهب النصراني ما كانش بيؤمن بأن المسيح هو الله، كان بيؤمن أن هو رسول. عشان كده هم اللي ساهموا في نشر الإسلام بعد كده. فاحنا عايزين نسميهم المتحررين، ونسمي عملية التنصير عملية التحرير. فأنا قلت كده من اليوم لن نطلق على من يتبع المسيح متنصر، فنحن لسنا بنصارى بل مسيحيين. سنطلق عليه متحرر وليس متنصر. أما التنصير فسنطلق عليه التحرير، لأننا بقبول المسيح تحررنا من عبادة الشيطان لكي نعيش أحرارا في محبة الله. دي أنا كتبتها في 8/5/2023، بس أنا بنشرها عشان يتم تعميمها. كمان يعني تم النشر على أن بعض الناس المسيحيين ممكن تقتل المتنصرين أو تقتل من يؤسلم البنات. احنا ما عندناش حد بيأسلم حد، بيقتل حد. في ناس بتأسلم المسيحيات، لكن احنا عمرنا ديننا ما دعانا ان احنا نقتل حد، لان ديننا مش دين بيدعو للقتل. فعشان كده الدولة عادي ممكن تستخدم واحد لعمليات الأسلمة. يعني ممكن تستخدم واحد مسيحي تخليه أسلم، وتخلي المسيحي اللي أسلم ده ينصر بنات ويخدع بنات، ولما يطلع اسمه وريحته تتحرق ورقته الداخلية تقتله. وتتهم في مين؟ تتهم في ناس متنصرة، تتهم في ناس سابت الإسلام وعبرت وتحررت وبقت مسيحيين. فأنا برضو طلعت البوست ده وكتبت إلى وزارة الداخلية في مصر: ليكن في معلومكم أن أي مسيحي أو متنصر لا يقوم بعمليات اغتيال، وذلك اتباعا لتعاليم المسيح. فإن تم قتل أي من المشاركين في عمليات أسلمة القبطيات فإن المسؤول عن ذلك ستكون الداخلية المصرية، ولن يكون المتنصرين شماعة لذلك. هنا هقول بقى: لن يكون المتحررين شماعة لذلك. دكتور وجيه رؤوف. يعني الداخلية لو عايزة تعمل شغل تمنع الأسلمة، تشيل الختم من الأزهر اللي بيعمل عمليات الأسلمة. جهاز أمن الدولة ده مفروض يتشال ويتمنع خالص، لأنه جهاز عصابة قوادة بتساعد في عمليات إجرامية، منها خطف القبضيات وأسلمتهن تحت رعاية إيه؟ تحت رعاية الأزهر. والله عجبني أنا معالم السلفية في شط اسكندرية. يا شط اسكندرية يا شط الهنا، كان في غنوة كده بنسمعها زمان. شط اسكندرية تعالى شوفوا الأماكن اللي على الشط المكشوفة بتاعت الناس الغلابة اللي بينزلوا الشط، عملوها موقف اتوبيسات، موقف تاكسات وعربيات. ليه؟ عشان ما يجيش حد يشد خيمة وينزل. الغلبان اللي عايز يصيف، اللي كان بيروح يأجر له شمسية ويشدها على البحر ينزل يصيف، لا. طب مين اللي يعمل الحاجات دي؟ السلفيين. طب مين اللي سايبينهم يعملوا كده؟ الحكومة. طب ليه؟ لأن الحكومة بتغازل السلفيين، ولأن الحكومة ورئيس النظام هواه سلفي. اسكندرية اتعمل فيها كده وعلى البحر،
والشط يتحول لموقف تاكسيات، وعايزين البلد تقوم وعايزين البلد تنهض. يا اخي يا ده اهدى.